عارف ان ده النص الحقيقه عشان النص ده المدرس بتاعه. ما انا عارف، احنا بنقول اول يوم. بالظبط اول يوم. اكشن. انت عارف انا ليه يسموني النص؟ مسلسل النص. المسلسل بيتكلم عن مذكرات نشال. انا موجود هنا النهارده عشان اعلم الفنان الكبير بطل المسلسل الفنان احمد امين، اعلمه ازاي في ثانيه واحده اول ما يسلم على اي حد ياخد منه محفظته. فتخيلوا بقى معايا اللي هيحصل ايه في المسلسل والكواليس هتبقى عامله ازاي. تعالوا معايا. انما لو عايز ايده تبقى خفيفه تبان في الفيديو او في التصوير، طول ما هو قاعد ايده مش ساكته فده حاجه تانيه. انا في طبيعتي ان انا طول ما انا قاعد دايما لازم ابقى بلعب قاعد بتكلم مع اي حد، انا ما اعرفش انا بعمل ايه بس هي ايدي متعوده. فده اللي بيبين ان انت دي حاجه فيك جواك. انت ممكن اتكلم معاك في مواضيع كتير بس ايدي شغاله بعمل العاب، واحد بيتفرج عليا من الناحيه الثانيه مركز مع ايدي بيتجنن وانا اصلا مش مركز معاه. بقول لك هو حلوه ساعتها طبعا صعب تفهم صح؟ حلو. انت قلت لي ايه اللي في جيبك هنا؟ بص واحده كده انا خلاص هو عمل انا مثلا في الفيديو عمل 3 خطوات. اول خطوه انه طلع البتاع من الاكسي، بعدين في المسكه الثانيه خلى الحزام لبره عشان يعرف يطلع اللسان. لا بس في مسكه ايده عملت ضغطه خلتني ما انزعجش، مش حاسس بالضغطه بتاعت عشان اعودك عليها. دي بقى اللي انا بنص عليها، انت تقول لي لا الساعه مش هتتلطش في الوضع ده غير لما يبقى في كلام ما بينهم. انا اعدل المشهد بناء على ده واخليه داخل على الراجل بيساله بيقول له ايه ده انت ايدك فيها مش عارف ايه بتاع انا امبارح اللي انا عملته كده انا قايله كده تمام. انت عديت يا استاذ. ايوه تمام فانت مش تفتح. انت دلوقتي ده واقف. لا انا عايزك تخبطني ما انا تخبطني وخليك واقف، ما انت هتسرقني. ايه يا اخينا مش تفتح؟ انت اعمى. فتح يا اعمى. لا مؤاخذه عندي محسوبه قعرة. يلا ربنا يهون عليك. هو ده بلفتك اللي انت لفتها ده 10 على 10. هو بيقول له دلوقتي في اليمين قوم جاي ودي هنا خلاص. ودي المحفظه نازله على ماشي. جبت البيت تركيب صح بس تعملها بالراحه عليك بتسيبك بالسرعه اللي انا بعملها. مش لاقي عكس ايوه لا الشارع اللي جاي شمال. الشارع اللي جاي شمال. بص ده اول يمين بقول لك اول يمين. لا هو غلط. الشارع اللي جاي يا شمال ابني بقول لك اول يمين انا هيتوهوا كده. الشارع اللي جاي شمال. ايوه احنا اول يمين هيتوهك ده.
وطبعا زي ما انتوا شفتوا اي حاجه كان ليها علاقه بالنشل، فكره المشهد كله من البدايه للنهايه الحمد لله كنت انا ببقى جزء منها. فزي ما انا كنت متعود ان انا اشارككم الكواليس واشارككم كل حاجه، انا بشكركم جدا على دعمكم وعلى كلامكم الجميل ليا وتشجيعكم دايما، وانكم دايما في ظهري، بجد بحبكم جدا. واستنوني بقى في مفاجآت جايه كتير، والحاجات اللي جايه هتبقى اجن من اللي فاتت. وهستنى بقى تقولوا لي رايكم في المسلسل عشان انا واثق ان انتوا شفتوه واكيد عجبكم زي ما عجبني بالظبط. هستناكم تقولوا لي رايكم بقى. ماشي، يلا، شكرا، بحبكم، سلام.